سلام. اليوم ان شاء الله غنحضروا مع بعض السمن حار نوجدوه ان شاء الله رمضان، ما بقى والو باذن الله. غنحتاج لواحد ربعه ديال الزعتر، نقيته وغسلته بشكل جيد. غنوضعوه في الكاسرونه وغادي نضيف ليه 3 المعالق ديال الملحه حيه، وتقريبا واحد نص سيطرو ديال الماء عادي، وغنديه الفوق البوطه يبقى يطبخ تقريبا حتى يولي النص ديال الخليط، يعني يتكاتف ليا هذا الخليط ديال الزعتر والماء والملحه. غادي نصفيه كما كتشوفوا هنايا، وغادي نجيب الزبده. انا استعملت الزبده ديال العبار، عندي هنايا نص كيلو ديال الزبده. غادي نضيف ليه هذاك الخليط ديال او المحلول ديال الملحه والزعتر، وغادي نبقى نعجن فيها تقريبا واحد 15 دقيقه وانا كنعجن فيها. نحاول ما امكن انني ندخل فيها مزيان ديك الملحه مع الزعتر، ومن بعد غادي نخليها ترتاح تقريبا ليله كامله، ولا غدا غنعاود نفس العمليه تقريبا. نعاود نعجنها 15 دقيقه واحده اخرى ونعاود نغطيها. غندير هذه العمليه 3 المرات. هذه المره الثالثه اللي غادي تشوفوا معايا دابا. غادي نعري على الزبده ديالي، وغنحاول ما امكن نعاود نعجنها تقريبا واحد 15 دقيقه ثانيه واحده اخرى. بالنسبه للزبده اللي استعملت انا زبده حيوانيه من نوعيه جيده، ممكن انكم تستعملوا الزبده البلديه، غير هو خاصكم تغسلوها مره وجوج وثلاثه حتى تقطع منها الحليب واللبن باش يصدق معكم السمن. وغادي نحاول ما امكن انني نحيد هذيك الماء او المحلول ديال الملحه والزعتر والماء، غادي نتخلص منه صافي. وغادي نبقى ندلك هكا غير بشويه، ونبدا نحيد داك الماء المتبقي او المحلول المتبقي ديال المليحه، لان صافي الزبده راها تشربات القياس ديالها. غنبقى نعصر فيها هكا شويه بشويه، نحاول ما امكن نتخلص من دوك القطرات اللي غيبقاو صافي. وغادي نجيب واحد القريعه ديال الزاج عقمتها، وغادي نوضع فيها الكميه ديال السمن كما كتشوفوا هنايا. نوضع فيها السمن ديالي وغادي نغطي القرعه ونوضعها في واحد خميشه او شي زيف يكون اللون ديالو مغلوق، ونوضعها في البلاكار تقريبا غير 10 ايام، وغادي يكون واجد بالصحه والراحه.